بيقول برضو ان انا اللي كنت بلقح عليه ده بأمارة ايه. انا اصلا ما بنزلش حاجه بقالي 3 شهور حرفيا. ما اعرفوش بتوع الرياكت لما بيغيبوا ب8 سنين 3 شهور حاجه حرفيا كانت بتمر بزروق 3 شهور. في ايه؟ في انت اعتزلتي كره القدم؟ انت مارادونا. طب يا جدعان عبد الله تركي لما توفى اثناء اللايف ما كانتش دي نهايه الدراما؟ يا جماعه ايام عبد الله تركي ما كان مع نيره شاب وشاب تركي، فاكرين الحوارات دي؟ بغض النظر لما عبد الله بقى يموت في اللايفات خالص، شهاب بتاع افكركم بالموضوع، انا اديكم نبذه عن الموضوع بحيث ان انتوا تبقوا قاريين معايا. انا ما كنتش فاهم الموضوع ساعتها وحاليا برضو مش فاهم، بس انا هفهمه لكم اوكي. بس قبل ما تيجي الفيديو النهارده تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، عايزين نوصل الفيديو ده يا جماعه لاكبر عدد لايكس عشان انتوا شايفين النشاط. بننزل اكتر من فيديوهين في الاسبوع وانتوا خلصتوا امتحانات، اظن ما لكمش حاجه يعني. اكتبوا لي تحت ان انتوا خلصتوا امتحانات، طمنوني عليكم. هل انت شلت قد كام ماده؟ لا بهزر، ان شاء الله ما تكونش شلت ولا ماده يعني. عايزين نوصل الفيديو ده 30000 لايك. عايزين نبدا السنه بقى ده سخنه بقى. انا لسه في شهر واحد كده، سخنوني كده بقى لما انت هتشوفوني بقى الترم الجاي بقى انت حر بقى يا اسطى بقى. طيب يا جدعان قبل ما نبتدي فيديو النهارده انا عايز بس اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انا ليا 2 صحابي مش مصريين، هم جايين من بره مصر عشان يعملوا فلوجات هنا في مصر، وهم عندهم قناه على اليوتيوب، ابو عزوز واحمد المنتح، وهم جايين مصر بقى عشان يعملوا تحديات وفلوجات كتيره جدا هنا. الناس دي بتعمل محتوى حلو جدا لذيذ جدا، فبما انهم جايين يعملوا فلوجات دي في مصر فانا بسبورت وكده يعني. يمكن الناس تجي لنا اكتر يعني عايزين نوريهم شويه سبورت كده، وغالبا منزلين الفيديو في نفس الوقت اللي انا هنزل فيه الفيديو ده دلوقتي. فعايزكم يا جماعه تروحوا في الكومنتات، واللي يروح من عندي يروح يكتب لهم انا جاي تبع محمد كيو. عايزين نوريهم كتيبه محمد كيو بترحب بيهم في مصر قد ايه. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وفعلا محتواهم حلو جدا وناس محترمه جدا. وخلينا نبتدي فيديو النهارده. زمان يا جماعه كان عبد الله تركي كان بيحب واحده اسمها نيره، ده اللي انا فاكره. كان بيحب واحده اسمها نيره، بعد كده سابها او هي سابته وراحت لشهاب صاحبه. فهو ساعتها عبد الله تركي قعد يقوق كان مات تقريبا برضه ساعتها، هو بيموت كل سنه. فنيره لقت نفسها مع شهاب وهاتك يا تلقيح. النهارده احنا راجعين في موسم التلقيح الثاني، ولو في تلقيح يبقى انا لازم ابقى موجود. كانت العلاقه ما بين نيره وشهاب علاقه لطيفه طبعا، كانوا بيمارسوا فن اللا شيء، فن اللايفات ومحتوى التيك توك الجميل، حاجه نضيفه. في حوار حصل بقى، فاحنا جايين بقى نفهم الحوار اللي احنا ما بنفهمهوش. نيره بدات تلقح على شهاب وشهاب بدا يلقح على نيره. اللي انتوا عاملينه في بعض ده ذنب عبد الله. عبد الله خلاص سلت منكم خالص، راح لهايدي بيعملوا فيديوهات قال لك اشبع بيها اتبسط يا عم، وراح راح يقدم محتوى معطل مع هايدي. خلينا نشوف عبد الله تركي وشهاب. لا ما عبد الله تركي اللي جاب عبد الله تركي. خلينا نشوف شهاب الدين تركي. خلينا نشوف اللي حصل بقى ايه يا جماعه. ان مره واحده نيره كان انا حاسس ان انا عامل زي عارفين يا جماعه اسمها التاتا ولا حاسس انها وليه التاتا مش يلا اكل العيش بقى نيره اختفت من التيك توك لمده 3 شهور. طبعا الناس استغربت ايه اللي بيحصل، في ايه اللي حصل. انا مش فاهم يعني. هو انا مش هبطل بقى مش فاهم حاجه واطلع اشرحها. اللي حصل ان نيره سابت شهاب وشهاب سابت نيره برضه، او الاثنين حصل. بص احنا هنفهم مع بعض مين اللي ساب مين. واختفت لمده 3 شهور من على السوشيال ميديا. طبعا الكواع اللي بيعملوا فولو للمحتوى ده بداوا يستغربوا هل فين نيره، يا ترى راحت فين. فخلينا نشوف كده. نيره ظهرت بفيديو او لايف مش عارف اسمه بكاء نيره، وهي بترد على كلام شهاب الدين انت واحد كذاب. بدانا الاكشن، انا بموت في الاكشن. بقالي 3 شهور مختفيه تمام. اول ما نزلت الصوره ليا بعدها بيومين حصل لي حوار. هي كانت 3 شهور مختفيه، نزلت صوره ليها، بدات الحوارات من هنا. الحوارات نزلت من هنا، صورتها بتنزل تعمل قلبان. وانا قلت بقى ان انا هفوق لنفسي وانا كده مش في حوارات. لا هي على طول بتبقى عايشه في حوارات. انا كده طبعا انا عارف السن ده انا عارفه. السن ده بيبقى عايش في حوارات. مش هتصدقي الحوارات يا بنتي. انا من صباحيه ربنا اقسم بالله انا في حوارات. ما تسال فين الحوارات؟ مفيش حوارات خلاص بقى الفتره دي. مفيش حوارات. فوق لنفسي، فوق لدنيتي، تفرفش وفوق. مفيش حوارات شركه، مفيش اي حاجه الحمد لله والكلام ده كله. النهارده حرفيا صحيت على الاستوريات. النهارده بقى خلاص بقى عملنا بوست للصور، بدات بقى البروبلمز تيجي تهجم علينا، بدا بقى الايشوز بقى تظهر بقى، والحياه الصعبه، المشاكل التيك توكيه دي. طب ما تنزليش صوره، ما بتنزلوش فيديوهات لما انتوا مش عايزين حوارات. مبعوتها لي الحقي ده بيقولوا وبيعيد. ده عيبه بقى. اللي يقول لك النهايات اخلاق، هنا النهايات انفاق بتفتح. ما فيش نهايه. انت اصلا مختفيه بقالك 3 شهور ما بتعمليش حاجه. مختفيه بقى بتعملي ايه بقى؟ بتتكلنا فين؟ هو بنفسه قال في الاستوريات هي كانت مختفيه مش عشان مقهوره، عشان عايشه حياتها. هو قال كده؟ ده احنا عايزين نشوف الاستوريات بتاعت شهاب. عايزين نشوف الاستوريات بتاعت شهاب. اكتب تحت رقم 6 لو عايز نكمل ماشي. عشان حضرتك سبتني. هو اللي سابها؟ انا جيت لك لحد عندك وحاولت كذا مره. جيتي لحد عنده وحاولتي ايه؟ ان انت اخليك ما تسيبنيش، وانت كنت ايه ده؟ انت رحتي له لحد عنده وحاولتي؟ يعني انت رحتي قلتي له ايه؟ مش فاهم. عايز تسيبني، فمش وقت ما انت تكون عايز ترجع لي. بصي بقى. لا ما هو شاب كده. هو شاب كده من السنه اللي فاتت زي ما هو كده، كان بيبني نفسه. كان انا فاكر كان قرفنا بنفسه تاني. بعد ما سبتني المفروض ان انا ارجع لك. لا هي مش كده. لا هي مش ماشيه كده حبيبي، مش ماشيه كده حبيبي. لا ده انا اروح لك واترجاك واقول لك ما تسيبنيش. لو انت فاكرني بقى مش لما تسيبني فاكرني ان انا هرجع لك. لا اجي انا وامي واخواتي ونترجاك ما تسيبنيش.
بيقول برضو ان انا اللي كنت بلقح عليه ده بأمارة ايه. انا اصلا ما بنزلش حاجه بقالي 3 شهور حرفيا. ما اعرفوش بتوع الرياكت لما بيغيبوا ب8 سنين 3 شهور حاجه حرفيا كانت بتمر بزروق 3 شهور. في ايه؟ في انت اعتزلتي كره القدم؟ انت مارادونا حرفيا. وماما تكلمك وانا اكلمك عشان نقول لك عيب ما تلقحش. وماما يتكلمك واخواتي واحنا نكلمك كلنا وانت بتلقح برضه يا لقوحه. بعد اذنك يا شهاب ما تلقحش عليا تاني في ستورياتك. خلاص الكلام بقى ده مش تلقيح بقى، ده دايركت، ده في الوش، دي بتودي كلام في الوش ما فيهوش معلش، ده في منتصف الجبهه، ده ودي يا نيره ودي بالله عليك. انا وحشني الحوارات قوي. انا كنت خطيبتك. انا عارف الخطوبات التيك توك عارفها، تبقى طقم مذهب وبنشغل اغاني نقعد نعمل تيك توك، ايه دي خطوبات انا عارف. بعد اذنك كلنا عيش وملح مع بعض. خلنا عيش وملح مع بعض والله بنت اصولي يعني ما تجيبش سيرتي تاني. كلام منطقي. عيب 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 اللي بيحصل. عيب عيب قوي 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 قوي. ايه كفايه. enough is enough. عشان انا عايزه اعيش حياتي عيشي حياتك مع نفسي في سلام. سلام. وانت ممكن تكون زعلان ان في بنت رفضتك. اوف يا جماعه برضه يا جماعه ما ينفعش ترفض شهاب. وبعدين انت اللي سبتي عبد الله تركي نيره، يعني انت عاجبك حاله دلوقتي حب تاني بيتشنك في اللايفات يا ماما، انت عاجبك اللي بيعمله دلوقتي مع انا رايي ان انت ترجعي لعبد الله تركي بس كده هنيجي على هايدي برضه ما عملت لناش حاجه برضه. طب نحلها ازاي دي بقى؟ بص بقى انتوا بتنيلوها بقى والكبار هم اللي بيصلحوا. ياه ربنا يرزقك يا سيدي بالاحسن. دلوقتي يرزقك. امال كنت فين؟ طب ما هو مع عبد الله تركي يا بنتي كان بيصور. انت فاكره لما عمل حاجات كتير قوي؟ فاكره الحاجات كتير قوي اللي هو عملها دي انت سبتيه في الاخر؟ باذن الله. بس بعد اذنك ابعد عنه. ابعد عنها. فبعد اذنك خلاص بقى احنا هنقعد نتحايل على شاب في ايه انت ما تكلميه تبعتي له رساله ولا تقول نشوف بقى احنا نشوف ايه فيديو شهاب. انا احب بقى شهاب، انا احب شغل شهاب قوي، راجل هو عارف هو بيقول ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الحمد لله كويسين يا شهاب. شايفين الرزانه كمان شكله سايب دقنه، شكله مكتئب. كنتش متخيل ان اليوم ده هيجي واطلع اتكلم في الحوار ده. يا شهاب لا انا كنت متخيل، بس علشان احنا في مجال. ايه مجال ايه؟ عشان احنا في مجال. لا اسحبوا كلمه ان الراجل ده بيقول كده، اسحبوا الكلمه اللي انا قلتها في الاول. محتاج كل تشجيع بني ادم عندي عشان هو في مجال هو كانش متوقع كلام يقطع القلب بصراحه، يعني هو ما كانش متخيل انه يطلع يقول كلام في وقت زي ده، عشان هو في مجال محتاج كل كلام صعب. محتاج اصحح فكر كل بني ادم عندي اللي هي محتاج يصحح فكر، عنده رساله، هو عنده رساله جاي يوجه رساله. ما ياخدش عني فكره وحشه، فانا قررت ان انا اطلع اتكلم. كل فكر عربي محتاج يصحح الكلام. يا اخي كلامك بيخش القلب يالا. انت ماي بوي على فكره. انا استحملت اهانه وشتايم مفيش راجل يستحملها عن نفسه. انت الراجل برضه استحمل، معلش فيش راجل يستحمل. وبعدين انت في مجال برضه علشان خاطر ان انا بحب. استحمل كلام عشان خاطر ان هو بيحب. بص بقى الراجل لما بيحب بقى. خدت اهلي من اسكندريه للمنصوره عشان اروح اخش البيت من بابه عشان خاطر ان انا بحب. هو كان بيحب بس دخل البيت من بابه بعد ما عملوا 18,000 فيديو، بعد ما مصر كلها عرفت ان هم مرتبطين اصلا. وزي ما انتوا كنتوا شايفين هي كانت عامله ازاي معايا. زي ما انتوا شايفين يا جماعه كانت عامله ازاي، كنت ظابطها ظابطه محترمه. من بعدها بقت هي عامله ازاي. بص روحوا الكوا نازل، روحوا شوف عاين شوف بقى، شوف شغلي مطلع حاجه عامله ازاي. اتحجبت بسببي. شوف يا اخي، شوف شغل عبد الله تركي وشغل شهاب، شوف مطلع حاجه محترمه. مش مصدقني؟ روح بص. بقت احسن بسببي، بقت اسرع بسببي، بقت اطول بسببي. قيسوا نيره وتعالوا كلموني. نيره نسبه العضلات فيها زادت بسببي. تشوفوا شغلي وافهموا انا بتكلم في ايه، وبعد كده تعالوا حاسبوني. في الاخر بقيت انا اللي وحش وبقيت انت اللي في المجال. تخيل. لا حول ولا قوه الا بالله. في الاخر بقيت انا اللي بياع. ايه كنت رفعت صباعك كنت هتقول حاجه؟ ايه اللي حصل؟ تقريبا كان محتاج يرفع صباعه في الوقت ده. مش تظهر قدامك عشان زعلانه ومقهوره، لا ما كانتش تظهر قدامك عشان هي عايشه حياتها. بص بقى التقليع بقى عشان هي عايشه حياتها. المفروض كانت تعمل ايه؟ عايشه حياتها بمعنى الكلمه، عكسي تماما. انا كنت سايب دقني، انا كنت سايب شعري. انا اللي كنت بفتح دايما ستوري وانزل، انا اللي كنت بفتح ستوري دايما وانزل تيك توكات. انا اللي كملت على المنصه دي لوحدي. انا اللي كنت انا اللي كنت بعمل الترندات دي لوحدي. وانا حزين لو حزين فعلا. كنت شايفين ال3 شهور اللي فاتوا انا كنت عامل ازاي. والارشيف كله موجود. شوفوا روحوا بصوا، تلاقوا فيديوهات وانا مترمي لوحدي. مش لاقي بنوته تيجي تصور معايا ترند. ما منساش حاجه. ده تنسى ايه؟ لما حاولت ان انا ارجع وريتكوا الشات. كان حاول يرجع وراهم الشات. وريت كل حاجه كده، انتوا بتوروا كل حاجه كده. قلت لي انا مش شايفاك. قالت له انا مش شايفاك. صدقني رد جامد يا نيره والله العظيم. قلت له كده.
تخيل تكلم واحد تقول له انا نفسي ارجع ترك. ولا انا مش شايفاك يلا، ولا انا مش شايفاك حرك شفايفك عشان مش شايفك. بعد كل اللي عملته علشان يا ستي بعد كل اللي عمله ده جاب اهله من المنصوره، القاهره لحد المنصوره، وشوف انت كام كيلو من القاهره لحد المنصوره، وبعد كل الفيديوهات والستوريز دي. انت عارفه ده صرف على الستوريز دي، صرف عليكي ستوريز قد ايه؟ انت عارفه الواد ده رمى عليكي ريتش قد ايه؟ بص نكره الجميل، بص بقى اللي خدته ريتش وترميه عظم. خدت طبعا صدمه، مش شايفاني ازاي؟ كل ده من اللي انتوا عملتوه يا عيني في الواد عبده. الواد عبده دلوقتي بقى يموت في اللايفات، كل ده ذنبه في رقبتكم. لو انتوا فاكرين الموضوع هيعدي ببساطه كده، لا الموضوع مش هيعدي ببساطه. سامعني يا سمير؟ سمير مين؟ لا ده اسمه اللي مكتوب، ده واحد اللي منزل الفيديو فكاتب اسمه. هبل معلش يا جماعه، الواحد بقى عبيط. ده انا عملت كل حاجه علشان عملت ايه تاني علشان؟ ده انا استحملت. ده انا استحميه ايه؟ ده انا استحملت كل حاجه علشان. استحملت ايه؟ ده هي البنت دي بتعمل ايه؟ هو ليه كل ما حد يسيبها يقول لها انا استحميه؟ انت بتعملي ايه؟ هي عندها فتش او في ايه؟ بتعمل ايه في الشباب؟ مش شايفاني؟ مش شايفاه؟ فما تصدقوش اي حاجه تطلع. قلت عليا ان انا بحب الترندات. ترنجات؟ وهي اكتر واحده عارفه ان انا ما بحبش الترندات. لا ما بحبش الترنجات. اكتر واحده عارفه كنت انا بتحط في ايه وهي معايا. هي الله يكون في عونها اللي كانت مستحمله الصوت ده، يعني انت كنت بتتكلم بالصوت ده، الله يكون في عونها بصراحه، يعني صوت جذاب قوي. انا مش طالع اقول كده علشان تستعطفوا معايا او تكونوا معايا او تكونوا امال ايه يا اسطى؟ تكرهوا. لا انا طالع اقول كده عشان تنور عقول الشباب وتوضح وتبين لهم مسيرتهم الصح، الطريق الصواب. عشان احس ان انا راضي عن نفسي، عشان انا جوايا كلام كتير. كلام كبير قوي محدش يعرفه غيري. انا عارف. بس وانا بحب كل الناس اللي عندي، وهم كمان بيحبوك، من اصغر واحد لاكبر واحد، من اقصر واحد لاطول واحد، ومن ارفع واحد لاتخن واحد. حقكم عليا ان انا طالع اتكلم في حاجه زي دي. صدقوا يا جماعه ده هزار قوي يا اخي. احنا بنتفرج على مسلسل تركي مش هيبقى عامل كده والله العظيم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نرجعهم لعبد الله تركي ولا لما يعني العلاقه كانت علاقه؟ انا هقفل الفيديو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا جدعان كده خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، مش مشترك وتفعل زر الجرس. ما تنساش توصل الفيديو ده ل 30000 لايك. يا اسطى انت خلصت امتحانات بقى، روق عليا. اعمل لايك، اشترك في القناه، اكتب لي تحت الكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو قريب، عشان بقينا ننزل اكتر من فيديوهين في الاسبوع. خلي عندنا دم. سلام.